السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مركز الفن خدمة الجيزة. بصوا بقى يا جماعة، عشان أنا طبعا احنا بنقول بلاش تروح عند ميكانيكي يلعب بيك وينصب عليك. طبعا الراجل المحترم ده اتنصب عليه في 32,000 جنيه، اقسم بالله في 32,000 جنيه، والحمد لله معاه فاتورة. تمام. طبعا انا مش هتكلم عشان انا ماليش دعوه باللي حصل ما بينهم وبين الراجل اللي هو كان عنده، بس مهما كان الميكانيكي مش هيديك الاداء اللي بتاع الترمبات هيديهولك. الميكانيكي هيقول لك شيل وحط وشيل وحط ويطلع عينك، وانت اللي هتقعد تلف وتركب المرجيحه، ويقعد يقول لك بقى اللي ما رجعتش مرجحت واصرف وحط فلوسك وحط مش عارف ايه. انا الراجل المحترم ده كان جاي لي مشكلته عدم صحه. طبعا في حد نصب عليه، الله اعلم ايه اللي حصل، وباع له طقم رشاشات على طقم اللي هو ايه اللي هو حل زيرو. فانا مش هتكلم، انتوا هتكلموا. ده طقم حل زيرو، انتوا يا سواقين واصحاب عربيات، ده طقم حل زيرو. الطقم ده واقف على الراجل ده ب 32,000 جنيه ومعاه فاتوره اهو 23,000 جنيه. ما انا بتكلم بالتوتال كله. تعالى بس اقف هنا جنب عربيتك كده. انت ايه اللي حصل بس معاك بالراحه كده؟ اللي حصل معايا العربيه ما كانتش بتسحب وكان فيها دخله وبتاكل جاز. تمام. شفت على النت فيديوهات زي ما اي واحد سواق بيشوف فيديوهات. ما هي دي بقى الحته دي اللي مودانا في داهيه. كلمته وتبعت لي اللوكيشن ورحت له. اه اول ما جه والده قام قايل لي ده العربيه مبخره وعايزه تعمر. دي البدايه. دي البدايه. ده الميكانيك. شويه قام قال لي استنى القسطه اما يجي. ايه القسطه؟ قام قال لي لا ده من طقم الرشاشات عايز يتغير. قلت له بكام؟ قال لي فيه ب 19 وقال لي فيه ب 23 وقال لي فيه ب 25. بس طبعا كل ده يا جدعان اشتغالات طبعا. خليك من ابو 23. قلت له وقف. طبعا هو راجل صنايعي انا ما اعرفش حاجه. الورشه دي فين يا باشا؟ الورشه دي فين؟ في بركه السابق. ده اوعى تكون عند محمد؟ ماشي. عند محمد؟ طبعا. بس محمد يعني راجل محترم ما بيغيرش رشاط ولا الكلام ده. ادي يا جماعه الفاتوره اهي. بصوا طقم الرشاشات مكتوب بكام. هات الفاتوره الثانيه كده طبعا. بصوا يا اخواتي طقم الرشاشات مكتوبين بكام؟ 23,000 جنيه. اوعى ده كده صح. 23,000 جنيه ليه؟ يعني بعد احترامي ليك يا اخويا محمد، انت راجل محترم وصديق ليا، وانا زعلان منك ان حتى راجل بيكلمك بتقول له لا هو احمد الديزل، يبقى لا. طب ليه؟ هو احمد الديزل حريقكم في ايه؟ احمد الديزل ما بيطلعش يحل مكن. الكلمه يا عم احمد. انا اول ما ذكرت لك اسمه الله وكيله وشهاده ومع رب ولاده ولا روح بيتنا. انت قلت لي محمد راجل محترم وهيرجع لك حق. والله العظيم يا جدعان. قام قايل لي احمد الديزل بينه وبينه حوار ولازم يطلعني وحش. ولو عايز سمعه الكلمتين دول. والله يا جدعان انا ولا اعرف ولا اسمع اي حاجه من الراجل بيقول عليها ديت. كل الراجل بيكلمني قلت له يا ابني طقم مش حل زيرو. ولما عرفت اللي هو من عند محمد انا زعلان منك برضه. ولما عرفت اللي هو من عند محمد القبطان الزبون اتصل، قلت له ايه؟ قلت له يا باشا لا محمد محترم وهيرجع لك وده مش شغل محمد. انا ما صدقتش الزبون، يعني انا هنا ما صدقتش الزبون. قلت له لا ده مش طقم حل زيرو ولا عمر محمد هيبيع لك الطقم ده ب 13,000 جنيه على قصدي ب 23,000 جنيه. يعني عمر ما محمد هيبيع لك الطقم ده ب 23,000 جنيه. يعني ده مش حل زيرو، ده مش حل زيرو خالص 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 اهو زي ما انت شايف. روح صلي ولا روح صلي وتعالى. جاي شغال؟ لا سيبه ولا سايبه شغال. صلي كده وادعي لنا والنبي. تمام. ده مش طقم حل زيرو ولا الكلام ده كله. تمام. طبعا الراجل المحترم ده جاي اقسم بالله الخواني جديده اللي هو مركبه. انا عملت يا ابن عم، انا شغلت لك الرشاشات القديمه. حصل. شغلت له كل حاجه قديمه، كل اللي كان في العربيه المثالي. راح عند بتاع الترومبات مركب له ميزان غير المثالي. ما شاء الله العربيه تجميعها ودورها 100 100. فاحنا النهارده بنتكلم يا جدعان ان احنا نصرف في المكان الصح. محمد على راسي، وانا قلت للراجل قلت له محمد راجل محترم وهيرجع لك طقم الرشاشات ده. يا محمد انا من هنا بكلمك بقول لك ده مش طقم حل زيرو ولا يرضي ربنا وعليا الطلاق بتاعك. انا حليت طقم الرشاشات قلت له امسك يا اسطى خليها في عربيتك. تمام. انا بقى لو عاوز شايفه بقى شايف واحد جاي بيفرفر ما انا اقوم شايل ترومبه ورشاط وحاطط ترومبه عيني. عملت كده، شلت ترومبه وحطيت ترومبه طلعت جربت عربيه 100 100. قلت له يا اسطى خلاص ده العيب في الترومبه، هنشوف ترومبتك فيها ايه. حلينا الترومبه لقينا الميزان بتاع الترومبه بتاعته مش حلو. رحنا جايبين ميزان جديد بكرتونته ورحت مقفل الميزان. طلعنا بالعربيه بامانه والله انا بعمل ايه؟ الصلاه على النبي زي الفل. الرشاط فيها سنه بس اللي هو كده ايه يعني ارحم من الاول بكتير. كان العربيه ما كانتش بتمشي. صارف. بص صارف المبلغ يا جدعان. بص صارف قد ايه؟ طقم الرشاط ب 23,000 جنيه يا محمد.
ليه يا محمد؟ بعد احترامي ليك كتير قوي. 23,000 جنيه وده انت يعني ما ده الطقم الحقن، انت كده محاسب على طقم رشيد حقن. ومش حل زيرو، هات له يا صاحبي طقم حل زيرو وركب له ما تعبش بالترومبه ولا تحل وش ولا الكلام ده كله. ويا جدعان بعد احترامي لكل اخواتي، الله يرزق كل الناس، واي حد عاوز يطلع ترند يقول لك ترومبه ورشاشات، اي حد عاوز. طب انا في ناس مش في المهنه ولا تعرف المهنه ولا تعرف يعني ايه ترومبه، وبص هنا يقول لك الترومبه ورشاش والترومبات وبتوع الترومبات مفيش منه. طب يعني هو اي حد عاوز يطلع ترند بيقول ترومبه ورشاش. وبعد احترامي لاصحاب العربيات، انتوا اللي بتبهدلوا نفسكم. انت واحد من الناس ابن عم، انت اللي بهدلت نفسك. ده راجل ميكانيكي يحل مكنه يقفل مكنه، ملوش ده علاقه بقى برشاشات والكلام ده كله. امال ايه الاجهزه اللي احنا جايبينها ليه؟ مش هعرف بقى ماشي، ما هو ما ترجعش بقى تلوم غير نفسك. يعني محمد النهارده لو ما رجعش الطقم ده يبقى انت اتقدمت بيه، بس هو لازم يرجعه لان الطقم بقى هو بالتاريخ كام يا جدعان؟ تاريخ اهو 4/7، تاريخ 4/7. انا انت يا محمد حتى مش كاتب التاريخ بس هو الجديد يعني مسجله عندي في الدفتر، مسجل 4/7. ازاي انا اطلع فاتوره من عندي من المحل وكمبيوتر وعليها الختم بتاع القبطان اهو، واسمي مسجل عنده على الكمبيوتر، ورقم محمد اهو يا جدعان، عشان الناس اللي عاوز تواصل مع محمد. ناس برضو محمد راجل ميكانيكي وراجل محترم، بس يعني عاوزك تعمل حته ضميرك، دي مش لعبتك. مكنه، انا راجل بشهد لك دي مكنه، انت راجل معلم في المكنه. كون راجل ترومبه ورشاد، انت نزلت جبت ده مش شويه بضاعه الله يرزقك، بس الشويه البضاعه كلها خلع. هو النهارده ده طقم خلع، ما انا عندي بدل الطقم 1000 انا ممكن اشيل واحط وادفعه الفرق والشغل. لا انا ما بعملش الكلام ده. انا راجل شغلت له رشاد قديمه، شغلت له فوانيس قديمه، كل اللي عملناه في الترومبه شويه شغل في الترومبه. كمل يا صاحبي، العربيه عامله معاك ايه دلوقتي؟ الصلاة على جمال النبي والله بجد والله. انت عديت العربيه دي كام مره؟ النهارده؟ لا قبل كده 4 مرات. الراجل ده كده يا جدعان اقسم بالله، شلت الترومبه حطيت ترومبه، اول ما طلعت جربت الترومبه بتاع العربيه مش مظبوطه، ارجع شلت ترومبته وحط ترومبه من عندي حل زيرو. انا اوريها لك بوريك بقى يعني ايه حل زيرو. ركبتها طلع قال لي تبارك الله. ممكن انا اكون عملت اقول له ده هات لي ايد ميكس طبعا بفلوس، هات دي وخد دي وادفع الفرق. عملت معاك كده؟ لا. قلت لك ايه؟ قلت له ارجع تشوف ترومبتك حل ترومبتك عشان ترومبتك اغلى من ترومبتي وانضف من ترومبتي. طبعا يا جماعه دي برضه بتحل وش اهي. يعني انا النهارده الموضوع بيبقى بسيط واحنا اللي بنكبره على نفسنا. طبعا الميكانيكي مش فاهم، انا اتحدى اي ميكانيكي يطلع لي الدراع، اي راجل محترم بقى يشوف الفيديو ده يطلع لي الدراع. طبعا دي حقنه اهي والجهاز عليها كل حاجه ولا حاجه. يعني احنا هنا اهو ما بنشتغلش غير بالجهاز اهو. ادي العربيه، جهاز العربيه اهو، ضغط الترومبه، ضغط الرشاشات اهو زي ما انتم شايفين لسه جايه لنا اهي اهو. فيها 2 و2 هنظبطهم، الحاجات مش مظبوطه اهي. العربيه دايره على الجهاز اهي، اعطال مفيش اعطال ماشي. المكنه دايره اهي. ادي العيش يا جماعه لخبازه حتى لو كان نص. طبعا الراجل ده ما يرضي الله كده ما يرضيش ربنا، الراجل ده كده اتنصب عليه، وما احنا كصناعيه مش هنقبل الكلام ده. طقم الرشاشات زي ما انتم شايفين اهو ب 23,000 جنيه. ليه ب 23,000 جنيه وهو مش اصلا يعني وهو اصلا مش يعني. بصوا يا جماعه اهو شايفين ده طقم رشاشات اهو ب 23,000 جنيه. بصوا طقم الرشاشات اقسم بالله ما يسوى 3000 جنيه والله ما يسوى 3000 جنيه. اعمل قعده وحد كبيرك وتعالى ونقعد وطلعنا انا اللي غلطان كمان. طب ليه؟ يعني كلمته الصبح قلت له الوضع 1 2 3 4 5 وانا الحاجه دي مش بتاعتي، الحاجه بتاعت اخويا عبد المغمور. روح في الحته الفلانيه بروح في الحته، اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه باللغه بتاعتنا. تمام. فما اعرفش اللي انا كنت اقول له الراجل قفل حتى. وبعدين يا جماعه بعد احترامي لاخواتي، يعني انا راجل دلوقتي جاي لك عشان خاطر عربيه ما بتسحبش. ليه المبلغ 32,650 جنيه دول ليه بقى دخلوا في ميه حمراء وميه صفراء ودخلوا مش عارفه في كلاتشه ودخلوا مش عارفه ايه؟ قال لي لا هيبوظ العربيه. قلت له هتلاقي واحد. انا عاوز اعرف برضو السحب باله ومال الاتير. انا مثلا راجل كنت مثلا معاك، انت راجل صنايعي بتقول لي ده هي وحشه، انا بقول لك شيلها وغيرني عشان امسك العربيه من تحت مني. طب انت برضو انت غلطان يا صاحبي لما انت طلعت من عنده والعربيه الاداء مش مظبوط. هتطبق اي صنايع يا جدعان، اي صنايع. عندك اول جمعه وتاني جمعه تالت جمعه كنت عنده ونصلي الظهر هناك، صلي صلاه الجمعه هناك. مسك الترومبه لعب لي في الجزء المسامير وقال لي قوم يا باشا توكل على الله.
ما قعدتش 10 دقايق معاه. صليت الجمعه وانا جاي على الطريق، جيت ابص لقيتها زي عدم، افضل بقى واخد الطريق رايح جاي. مفيش حاجه اسمها طبع يا صاحبي، الصح صح. طب انا دلوقتي العربيه لما عملنا الصغر قلت لك لا طبع؟ لا خلاص اتظبطت، مفيش حاجه اسمها تطبع. طبع دي في صوت، في نغمه مكنه مثلا عشان الفواني جديده، عشان خاطر الترومبه والرشاط لسه متعمرين، بتلاقي صوت مثلا خشن شويه، الفونيا حاميه بتضرب على راس البستم بترن، فده ما يخوفش. تكون عربيه دخنه وعدم سحب، مفيش حاجه اسمها طبع. طبع ايه؟ طبع هو بوكسر هلبسه عقبال ما يطبع على جسمي؟ يا جدعان مفيش حاجه اسمها الصح صح. ما تدفعش جنيه في اي ورشه وتطلع مش مظبوط. لا انا دفعت جنيه اخد بيه، ما دفع ما عربيتي مش مظبوطه ما حاسبش، حل حاجتك تاني وخدها. انا عربيتي ما ظبطتش، بس الغلطه غلطتك انت يا اسطى برضه. هرجع اقول لك الغلطه غلطتك انت، راجل دفعت فلوس ما تدفعش جنيه لما اطلع على كلام ابوه من الاول لما شاف العربيه قال لي العربيه عايزه تحل. عربيه تحل ايه؟ ده عربيه الله اكبر. 1000 جنيه قال لي انت يعني ابو محمد قال لك العربيه عايزه تحل، ابو محمد القبطان قال لك العربيه عايزه تحل. وفي راجل من الصعيد كان معاه عربيه 25 في اليوم ده، فاكر اسمه كنت ذكرته، هو كلمه انا فاكر اسمه. قال له برضه عمرك عايز تحل؟ قال لي باللفظ انا ما بخافش من حاجه، قال لي ابوه ما بيفهمش حاجه، لا مؤاخذه ولا الحاج انت زي ابويا، استنى الاسطى محمد اما يجي هو اللي هيبقى معاه الخلاصه. وفي الاخر اكلمك تقفل السكه في وشي وتقول عايز تطلعني غلطان، انا مش هسيب حقي. انا هطلع الوقت من هنا اكتب بلاغ بالفاتوره، اعمل ضغط على طول ومعايا شغل. بصوا يا جماعه يعني حرام احنا على قد ما نقدر احنا بنخدم الزبون، مش بنضر الزبون. الزبون بيدفع عشان يرتاح. يعني انا ما اقدرش ادفع الزبون المبلغ ده كله. يعني انا اجي لي زبون اقول له تمر الشرب ب 32 او 1000 جنيه ولا ب 22000 جنيه. انت يا استاذ احمد وديتني لثلاث تجار. ايوه والله وريتك. 3 تجار، واحد قال 13، واحد قال 14، واحد قال 15، يعني الكبير فيهم قال 15. وطقم محل زيرو. محل زيرو 25. هتحله على مكنه بايدك يا صاحبي. انا ما بجيبش حل زيرو عشان غالي. انا يوم ما بغير طقم فواني بالقعده بس، وعيني شغلت له الفواني القديمه عشان لقيتها جديده. فطبعا يا استاذ محمد بعد احترامي ليك انت اخ كبير، انا مش هنزل الفيديو دوت لما اشوف هتعمل ايه مع الراجل ده. والله الراجل خد حقه وتمام، مفيش مشكله. مش تمام انا انت حتى غلطت فيا، فانا انا مسامح عشان انت راجل محترم. انك انت جيت لي الورشه وقعدت معايا وقلت لي نفتح شغل مع بعض ونشتغل مع بعض، قلت لك لا يا باشا انا مش محتاج شغل ولا محتاج اي حاجه من الكلام ده. انا فاتح الورشه دي نزاهه ليا انا، والحمد لله ورشتي ملك وادي عربيتي ملك. انا مش مستني حاجه من حد يا باشا. انا بفتح، اشتغلت ما اشتغلتش ده رزق بتاع ربنا، واللي ربنا بيقدرني عليه بعمله. وانا شغل النصب وشغل يد العين ده انا مش بتاعي. والزبون هو اللي يستاهل. كل اي زبون يروح لميكانيكي يلعب له في الترومبه والرشاشات يستاهل. اللي اي حد بيقول ترومبه ورشاشات انتوا بتجروا ورا منه. اقسم بالله بشوف ناس مالهاش في المجال خالص، ولا ميكانيكي ولا هو اي حاجه، ويطلع يقول لك الترومبه والرشاشات. فطبعا خليكوا اجروا بقى على الراي الاسطى محمد القبطان، يقول لك انت بتتمرجح وما تتمرجحش. عادي زحلق الزبون مش مرجحه بس. تدفع فلوسك على المراجح وما بتتمرجحش. وانت اتمرجحت ولا اتزحلقت؟ يعني كلتها خدته مغري. معلش.